أهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. أنا سلوى عبد وورد بريس ديفلوبر، وهقولك النهاردة إزاي تقدر تختار الدومين بتاعك وتختاره بناء على إيه. ويلا بينا. أول حاجة عندنا ليه الدومين مهم. الدومين ده هو الاسم اللي الناس بتعلمك بيه ويقدروا إن هما يسيرشوا بيه على جوجل ويلاقوك أو يلاقوا الموقع بتاعك. طيب أنا مثلا هنفترض إن أنا اسمي أنا سلوى عبد. أوكي طيب الدومين بتاعي لما اجي اجيبه هيكون ايه؟ هيكون اسمه salwabdo.com. ده كده الدومين. طيب مثلا ايه تاني؟ عندنا مثلا جوجل ده الدومين بتاعهم. عندنا مثلا facebook.com ده برضو الدومين بتاعهم. اوكي، فهو اسم المفروض تختاره عشان يثبت في دماغ الناس ويقدروا يسيرشوا بيه عليك او على البيزنس بتاعك ويقدروا ان هم يلاقوك على جوجل. اوكي طيب ازاي نختار الدومين بتاعنا؟ سواء احنا عندنا يعني اي حاجة، عندنا بيزنس، عندنا شركة، عندنا اي حاجة حرفيا. ازاي تقدر ان انت تختار لها دومين؟ اوكي، لان انت المفروض فعليا لو عندك اي حاجة من الحاجات دي المفروض يكون ليها موقع. عندك بيزنس المفروض يكون ليه موقع. عندك كل حاجة، حرفيا كل حاجة المفروض يكون ليها موقع. اوكي طيب ازاي بقى تقدر ان انت تختار الدومين ده عشان لما الناس يكتبوه على جوجل يكتبوا الاسم اللي انت مختاره ده على جوجل انت تطلع لهم؟ طيب هتختاره بناء على ايه؟ في قواعد معينة كده. لو هو طبعا ما كانش شخصي، لو هو شخصي هتعمله باسمك عادي جدا. زي مثلا دروس اونلاين. شفتوا الدومين بتاع احمد ابو زيد؟ للموقع بتاعه اسمه دروس اونلاين. اوكي فده كده الدومين بتاعه، لو حد كتبه على جوجل هيقدر ان هو يوصل للموقع بتاعه. اوكي طيب في قواعد كده تخلينا ان احنا نختار الدومين بتاعنا عشان نجيبه صح، عشان ما نجيبش اي دومين. ماشي، اول حاجة عندنا ان الاسم لازم يبقى قصير وسهل، ما ينفعش يبقى طويل. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا في المثال ده عندنا ما ينفعش مثلا ان احنا نكتب الدومين بتاعنا كده the best technology website ever.com. ده كده طويل جدا جدا جدا، ما ينفعش ومش بروفيشنال نهائي ان انت تعمل الدومين بتاعك طويل او فيه رموز غريبة. كل الحاجات دي مش بروفيشنال ومش بتدي مصداقية او تراست للعميل. اوكي فلازم كل ما الموقع بتاعك يقصر كل ما بقى بروفيشنال اكتر، يدي تراست اكتر وكل ما بقى اغلى. اوكي على العكس لو هو دومين طويل قوي هتلاقيه رخيص جدا لانه ملهوش لازمه. هو فعليا ملهوش لازمه، فكل ما يقصر لازم ايه؟ لازم يكون افضل. كل ما يقصر يبقى كويس. اوكي تاني حاجه لازم يكون مرتبط بالمحتوى بتاعنا. يعني ايه؟ يعني مثلا انا ما ينفعش يبقى عندي حاجه عن الريل استيت مثلا واختار لها اسم تكنولوجي تك وورلد مثلا، ما ينفعش. ليه؟ لان انا لازم بختار حاجه ليها علاقه بالاسم بتاعي. ليه؟ دي حاجه تبع السي او. لان الطبيعي الناس لما تيجي مثلا تدور على حاجه تكنولوجي او كده هتكتب تكنولوجي كده، فانت بتاخد الاسم اسم الدومين بتاعك من اسم الشيء اللي انت بتقدمه او اسم السيرفيس او البرودكت او ايا كان. اوكي فلو مثلا موقع تكنولوجي techworld.com حلو جدا. لو هو موقع طبخ مثلا tastykitchen.com. اوكي دي كده امثله ليه ان ازاي الاسم يكون مرتبط بالمحتوى بتاعك. اوكي وما تنساش ان كمان لما الاسم يكون مرتبط بالمحتوى بتاعك الناس هتفتكره بسرعه. اوكي طيب يعني ما ينفعش مثلا انا يبقى اسمي سلوى عبده واعمل الدومين بتاعي مي عبد الرحمن مثلا، ما ينفعش. اوكي كده الناس مش هتربطهم ببعض، ملهمش علاقة ببعض صح. لكن لما انا بطلع اقول للناس ان انا اسمي سلوى عبده ويجوا يكتبوا سلوى عبده هيلاقوا ايه؟ هيلاقوا الموقع بتاعي. تالت حاجة عندنا ان احنا نختار الامتداد الصح للدومين. طيب يعني ايه الامتداد بتاعنا؟ الامتداد ده اللي هو مثلا salwabdo.com facebook.com وwordpress.org دوت نت. اوكي في امتدادات كتير قوي بس دي بتكون
مش كلها احترافية، مش كلها نقدر ان احنا نختارها. ليه؟ لان اكتر حاجة احترافية هي دوت كوم، واكتر حاجة بتثبت في دماغ الناس، واكتر حاجة بروفيشنال وتبين الدومين بتاعك بروفيشنال وفيها تراست هي دوت كوم. لكن ممكن تروح تختار امتداد اصلا مش معروف وسط ناس كتير. فلما تيجي مثلا لما تيجي مثلا تعمل ايميل، فانت لازم تكونوا عارفين ان الايميل مرتبط بالدومين بتاعك. اوكي، ايميل بروفيشنال، يعني مثلا انا لو الدومين بتاعي salwabdo.com، ف الايميل بتاعي هيكون مثلا يعني اي حاجة @salwabdo.com، ماشي. فلما انت ما تختارش اصلا الامتداد بتاعك صح، فالايميل بتاعك برضو هيظهر مش بروفيشنال، ومش اي ايميلات، والايميلات اللي مش بروفيشنال اصلا الناس بتخاف تفتحها. يعني أنا لو جالي ايميل او اي شخص جاله ايميل بامتداد غير معروف اكيد مش هيفتحها، مش منطقي ان هو يدخل على الايميل او يفتحها، بل بالعكس ممكن تتصنف ان انت من السبام مثلا او حاجه والايميلات بتاعتك ما توصلش. اوكي، فاكتر حاجه وامن حاجه دوت كوم. اوكي، دوت اورج كويسه جدا، ولكن محتاجه حاجات معينه، منظمات، جمعيات، زي مثلا عندنا، او زي مثلا شفتوا ووردبريس دوت اورج. اوكي، دي حاجه غير ووردبريس دوت كوم. اوكي، يا رب المعلومه تبقى وصلت. ودوت نت تنفع لو الشركات تكنولوجي او كده يعني. طيب، بنشوف كمان دومينات دوت اي جي. بنشوف الدومينات معينة بتكون واخدة امتداد البلد. طيب دي تنفع لإيه؟ دي تنفع لو انت المشروع بتاعك محلي، او تنفع لو انت عامل مثلا موقع للسعودية وموقع لمصر مثلا، فكل واحدة هتاخد الامتداد بتاع مصر هياخد الاي جي، بتاع السعودية هياخد الامتداد بتاعه برضو. اوكي، فامتداد البلد ده بيكون زي مثلا amazon.eg. اوكي، فبيكون محلي فقط. اوكي، طيب عندنا هنا امثلة عملية للدومين اللي احنا المفروض نختاره. لو عرفتوا تقللوا حرفيا عن عدد الحروف دي، لو قللتوا كل ما الكلمة تقصر اكتر، كل لما يكون بروفيشنال اكتر. ولكن طبعا زي ما احنا عارفين ان مش من السهل ان انت تلاقي حاجة كلمة قصيرة وفي نفس الوقت ما يكونش فيها خطأ إملائي أو لغوي، لأن دي حاجة غلط قوي في الدومينات، ما ينفعش تختار حاجة فيها غلط إملائي أو لغوي، وفي نفس الوقت تلاقيها بسعر طبيعي. اوكي، فالحاجات دي لو لقيتها بتكون بسعر عالي قوي قوي قوي. ليه؟ عشان هي بروفيشنال قوي وبتثبت في دماغ الناس بسرعة، وبيكون سهل ان هي حرفيا تنجح البيزنس بتاعك. اوكي، فاحنا عندنا هنا امثله عمليه زي مثلا موقع تكنولوجي، فممكن يكون تك وورلد. اوكي، سهل ان هو الناس تفتكره، قصير ومرتبط بالتكنولوجيا اللي هو المشروع بتاعنا. اوكي، موقع للمطاعم او للطبخ tastykitchen.com، برضو سهل ان هو الناس تفتكره بسهولة، سهل جدا، لو اتقال كذا مرة خلاص هيثبت في دماغ الناس. اوكي، عندنا مثلا لو مشروع محلي برضو هيكون .eg. اوكي، مناسب للجمهور المحلي. فدي مراجعة كده القاعدة الأساسية اللي تخلينا نختار الدومين، ما يبقاش طويل نهائي، يبقى قصير وسهل إن الناس تفتكره، يكون مرتبط بالمحتوى بتاعنا، يكون امتداد مناسب. ما ينفعش مثلا أكون أنا اسمي salwabdo.org مثلا، مش طبيعي مش منطقي. أوكي، ويكون متاح وحقوقه سليمة. طبعا احنا كده مش هنعرف نشتري دومين أصلا مش متاح. أوكي، فأنت لو لقيته متاح طبيعي جدا إن أنت تجيبه والحقوق بتاعته سليمة وكده. لو مشيت على القواعد دي انت هتختار دومين سهل سليم، وهيساعدك فعلا ان البيزنس بتاعك يعلم في دماغ الناس. ليه؟ لان الناس بتفتكر الاسم السهل دايما، اللي هي سهل تفتكره وسهل تكتبه، مرتبط بالشيء اللي انت بتقدمه.
اوكي، فدي حاجة هتخليه البيزنس بتاعك يثبت في دماغ الناس والاسم بتاعك يقولوه كتير يعني. اوكي، وبس كده احنا وصلنا لنهاية الحلقة. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، والسلام عليكم.